حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا واستووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. An Abi Darda'i radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mukhlishan dakhala al-jannah. Dari Abu Darda radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersaksi dengan hati yang tulus bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, niscaya ia akan masuk surga. Dari Abu Darda radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersaksi dengan hati yang tulus bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, niscaya ia akan masuk surga. Majma'ul Bahrain. Pentahqiq berkata, sahih berdasarkan seluruh jalur sanadnya. An Anas radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fara'aitu fi 'aridatai il jannata maktuban thalathatu asturin bizzahabi satrul awal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wasatrus thani ma qaddamna wajadna wa ma akalna bi rabihna wa ma khallafna khasirna. Wasatrus thalithu ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Dari Anas radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku masuk ke dalam surga dalam mimpi, aku melihat bahwa kedua sisi pintunya tertulis 3 baris tulisan dari emas. Baris pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Baris kedua, ma qaddamna wajadna wa ma akalna rabihna wa ma khallafna khasirna. Apa yang kami infakkan akan kami dapatkan, apa yang kami makan kami beruntung, dan apa yang kami tinggalkan kami merugi. Baris ketiga, ummatun muznibatun wa rabbul ghafur, umat yang banyak berbuat dosa dan Tuhan yang Maha Pengampun. Dari Anas radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku masuk ke dalam surga dalam mimpi, aku melihat pada kedua sisi pintunya tertulis 3 baris tulisan dari emas. Baris pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Baris kedua, ma qaddamna wajadna wa ma akalna rabihna wa ma khallafna khasirna. Apa yang kami infakkan akan kami dapatkan, apa yang kami makan kami beruntung, dan apa yang kami tinggalkan kami merugi. Baris ketiga, ummatun muznimatun wa rabbun ghafur, umat yang banyak berbuat dosa dan Tuhan yang Maha Pengampun. Hadis riwayat Rafi'. An Itsban bin Malik al-Ansari radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yuwafiya 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah illa harramahu Allah 'alaihi an-nar. Dari Itsban bin Malik radhiyallahu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang telah mengucapkan la ilaha illallah dengan semata-mata mencari keridhaan Allah datang pada hari kiamat, maka pasti Allah mengharamkannya dari api neraka. Dari Itsban bin Malik radhiyallahu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang telah mengucapkan la ilaha illallah dengan semata-mata mencari keridhaan Allah datang pada hari kiamat, maka pasti Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. An Anas bin Malik radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man faraqad dunya 'ala al-ikhlasi lillahi wahdahu la syarika lahu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah faraqahu
faraqaha wallahu anhu radin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, menegakkan salat dan menunaikan zakat, niscaya ia meninggal dunia sedangkan Allah ridha kepadanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, menegakkan salat dan menunaikan zakat, niscaya ia meninggal dunia sedangkan Allah ridha kepadanya. Hadis riwayat Hakim. An Abi Dzar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man akhlasa qalbahu lil imani wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu shadiqan wa nafsahu mutmainnatan wa khaliqatahu mustaqimatan wa ja'ala udhunahu mustami'atan wa 'ainahu nadhiratan. Dari Abu Dzar radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang memurnikan hatinya untuk iman, menjadikan hatinya bersih, lidahnya jujur, jiwanya tenang dan perangainya lurus, juga menjadikan telinganya mau mendengar kebenaran dan matanya mau melihat. Dari Abu Dzar radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang memurnikan hatinya untuk iman, menjadikan hatinya bersih, lidahnya jujur, jiwanya tenang dan perangainya lurus, juga menjadikan telinganya mau mendengar kebenaran dan matanya mau melihat, hingga akhir hadis. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan perangainya lurus maksudnya adalah tidak cenderung untuk melampaui batas dan ceroboh. Matanya mau melihat, yakni melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada ciptaannya, baik berupa alam maupun makhluk yang bernyawa. Berkatul mafatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم.